المدن الآن يرفع كرة داخل منطقة الجزاء والراسية مبعدة. هنا في نهاية المطاف لا زالت مسفيوية، التسديد وبن عبيد في التصدي. أبو الفتح يرسل طويلة. الآن نوري، هنا الكنترول، هنا الباس ممكن. الآن نوري بانياغوا إلى ضربة مرمى. الآن نوري كان ممكن يفتح المجال لجهة الرايحي على اليسار. شوف الرايحي وقتها كان الفريقان في نفس المجموعة. الجيش تزعمت والجيش لعبت النهائي 2006 أمام الإطوال، بينما كرة خطيرة وبن عبيد يقع في المحظور. والإنذار سيأتي في هذه اللحظات يا بن عبيد. عماد الخنوس اللي كان وجه لوجه مع الحارس المادي بن عبيد، فكيف سيكون القرار في هذه الأثناء؟ ولو أن اللقطة جاءت من زاوية واحدة، عموما ما هو قرار الحكم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام؟ هنا سيكون قرار آخر. يبدو بأن الورقة الحمراء ستخرج في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام. نعم، الورقة الحمراء يا بن عبيد، الورقة الحمراء يا بن عبيد. ولكن انا اعطيت ملاحظه بالنسبه للوداد انه فريق لا يستقر على حال، والتشكيل لا يستقر. وماذا هناك؟ عبد العالي محمدي، لاحظ الارتباك المتواجد الان. يعني آسفي في اعتقادي هذه فترات يعني يا شكري الخطوي يستغلها، لكن في نهايه الامر آسفي تفوت الموعد مع الهدف في ظل التراجع الكبير في اداء الوداد الرياضي. القرارات التحكيمية كثيرة والجدل رافق الشوط الأول. واضح الحكم خذ وقته أكثر من اللازم في انتظار القرار، والقرار إلى أين سيتجه وماذا سيقرر في نهاية المطاف؟ ركلة جزاء للأوساس، ركلة جزاء لأولمبيك آسفي مشاهدينا الكرام بعد خطأ الحارس عبد العالي المحمدي. هنا خذ وقته، ينتظر فقط إشارة الحكم. هنا لحظات وستأتي التسديد التنفيذ. سفيان المودن، الآن القائد محمدي في مكانه. سفيان والهدف الأول لمودن والجول الأول للأوساس هنا في كازا. آسفي نعم تتقدم بهدف اللاعب سفيان المودن من علامة الجزاء. هنا تتغير المعطيات، الطرد صعب الأمور على الوداد. هذه الكرة للأمام، الانطلاقة ليأتي التعادل يا مفيد.
مفيد جاب المفيد، مفيد جاء بالمفيد، مفيد جاء بالمفيد، مفيد يقول لكم بأن المباراة لم تنتهي بعد. هذا هو منقذ الوداد. من أين انسل ومن أين انطلق، من أين انسل ومن أين انطلق. نعم، خطف الجول للوداد في توقيت ممتاز يا بن هاشم، خطف الجول. جول 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 يا مفيد. أي سرعة وأي انطلاقة وأي مهارة وأي لمسة يا مفيد. لوسيس يحاول قطع عليها الكرة مباشرة. نجوما وسط إلى سيربوت، سيربوت عودة سريعة لكل لاعبي فريق الوداد. هنا يتغير مسار الكرة، متابعة بعد ذلك. جول 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 جول. كوني 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 كوني، هدف قاتل، هدف قاتل للوسيس. لوسيس في طريق العبور إلى المربع الذهبي. نعم، هفوة دفاعية بهدف قاتل، هدف يساوي العبور إلى السيمي فاينال الكونفدرالية الإفريقية. القرش حاضر، القرش الشرس. السفي تفعل في اللحظات الأخيرة يا شكري يا خطوي، شكري خطوي. لوسيس تقترب أكثر من الدور النصف النهائي، بل أقول من الآن السفي ستكون حاضرة في المربع الذهبي. غلطة كبيرة هنا التمريرة. كوني في الاستلام، كوني 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 في الزاوية 90. كوني نعم ينهي مسيرة الوداد الرياضي ويعبر في لحظات تاريخية. مباراة للتاريخ، مباراة العمر، مباراة العبور، مباراة لوسيس. لوسيس مع الكبار حتى الآن في دور النصف النهائي. زياش يا سعيد، زياش والتعادل، زياش والتعادل. يتدارك الأمر زياش، يتدارك الخطأ زياش ويعدل النتيجة في هذه اللحظات. زياش والعودة، زياش والتعادل، زياش وكأنه يقول الأمور لم تحسن بعد، الأمور لم تحسن بعد. هل من ريمونتادا قادمة يا زياش؟ عموما فريق مغربي سيكون حاضر في نصف النهائي، هذا هو الأهم. الكرة المغربية كانت مميزة في هذا الأسبوع، ستدافع عن الحظوظ المغربية في كلتا المسابقتين. الكرة في وسط الميدان، نور الدين مرابط يرسلها طويلة، وصلت بعد ذلك لحمزة الحمياني. نعم، سيأخذ بعد الثواني حمزة الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل الضايع ليسمع على فكرة تأهل رسميا إلى الدور القادم. كرة ترسل طويلة إلى الأمام، ونعم هنا تأتي الصافرة. ختام المباراة بتأهل رسمي لفريق أولمبيك اسفي إلى الدور القادم. نعم، فوز وتأهل مستحق للوسيس نظير ما قدمه في مباراة الذهاب والإياب. وفرحة شكري الخطوي على أدائه المميز وعلى تغييراته واختياراته المميزة. بينما الوداد المسيرة تتوقف، لكن يجب مراجعة الكثير من الأمور على مستوى الأداء وعلى مستوى الاختيارات والتركيبة. إذا مبروك لأسفي، نتمنى له حظ كبير، حظ موفق في قادم الأدوار. سيواجه اتحاد العاصمة وهو الذي سبق أن واجهه في دور المجموعات، لذلك نعم نثق في آسفي من أجل تمثيل المشرف فيما تبقى من الأدوار عالما للفوز بالكأس الإفريقية.